يا حبيبي انت من اول يا حفيظ الدراج لا يجب ان نفقد توازننا، اي توازن يا ابن الحلال. هذه المواجهة جت يا اخوان بعد مواجهة العراق والنرويج، طبعا انتصرت النرويج 4-1 على العراق. يلا نبدأ يا شباب، انتهينا يا اخوان. يلا يلا يا الجزائر، باذن الله يا اخوان الانتصار هذا يعوضنا عن خسارة العراق. انتهى يا اخوان نشيد الارجنتين. الان نيجي على نشيد الجزائر، ابناء المليون شهيد. اخوان رياض محرز احتياط صراحة. حاج موسى ممكن يكون افضل، بس رياض محرز يعني فارق يا اخوان. رياض محرز داخل الملعب فارق، ولكن في النهاية نشوف قرار المدرب. يعني ممكن اذا تستخدم حاج موسى في خانة ثانية ويكون رياض محرز موجود، انا اشوف انه افضل. يا اخوان الجزائر في اخر نسختين ما شاركت في كأس العالم، الان تبدأ النسخة هذه ببطلة كأس العالم 2022 اللي هي الارجنتين. مباراة صعبة يمر فيها الجزائر. ميسي، لا 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 لا، صيد. الحمد لله يا اخوان، اقول لك انتبه، ميسي هو الاساس. لا لا، اوفسايد اوفسايد. يلا ابراهيم، ايوه الشيخ. قلت لكم والله، قلت لكم الجزائر تفعلها، قلت لكم ان الجزائر قادر انها تفوز على الارجنتين. فعلتها يا اخوان. اوفسايد؟ لا، اوه والله ممكن يا اخوان في اوفسايد. هي بس مليمترات يا مشيها. اوفسايد يا اخوان للاسف. يلا 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 يلا، جبنا هدف، بنجيب الهدف الثاني. اوكي هدف اوفسايد لكن بنعوض. يا لعيب ريان، قدام ميسي يا حاج موسى، قدام ميسي. لو واحد ثاني ممكن. حاج موسى قرر انه يعرض مهاراته قدام ليونيل ميسي، فهذا لا 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 لا. واو 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 يا ميسي، واو 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 يا ليونيل. الارجنتين يا اخوان تسجل الهدف الاول من ليونيل ميسي بطريقة. قلت لكم من بداية المباراة ليونيل ميسي هذا لا تتركوه لحاله مهما صار، يعني هو بدون مساحة يسبب لك أذى. على ما بالك انت تعطيه مساحة زي كذا. منتخب الارجنتين الان الله يستر، بس الان راح يلعبون باريحية. في ضرب، في ضرب، طيح يا حاج. يلا يا حاج. لا لا، حكم دقيقة، في ضرب، في ضرب، طيح يا حاج. في مشكلة، طيح مثل. لا 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 لا. حاج موسى اليوم، حاج موسى يا اخوان مو في يوم. حاج موسى لازم يطلع، هو من افضل اللاعبين، لكن اليوم ما هو يوم صراحة. هنا مفروض فيها كرت احمر. لا شوت. ايه قلنا لكم يا اخوان لا شوت. ليونيل ميسي يا اخوان سجل الهدف الثاني يا اخوان. والله غلطة الحارس هذه، ما هديك الشوت القوية يعني. ممكن الشوت الاولى انا ما الومك فيها، بس الشوت الثاني هذه انا الوم الحارس فيها. لازم رياض محرز يخش. 2-0 للارجنتين. الارجنتين يا اخوان سلمت الاستحواذ للجزائر وهي اللي تسجل. ليونيل ميسي سجل هاتريك. ايش الدفاع ده عند الجزائر؟ ميسي اكثر من كورة في ذي المنطقة لحاله، ما عنده احد. اكثر من كورة بدل حاله. شوفوا يا اخوان بدل حاله حلو، رجع يوقف ما حد معاه. انت صح، انت بعقلك تخلي ميسي في هذه المنطقة والحاله بدون تغطية. لا 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 لا، انا الوم مدرب منتخب الجزائر لانه ما عرف يوظف اللاعبين وحتى التغييرات. رياض محرز عوار ما هم لاعبين ضغط، والمفروض انهم يلعبون اساسيين. اترك ليونيل ميسي. يا حبيبي انت من اول يا حفيظ الدراج لا يجب ان نفقد توازننا، اي توازن يا من الحلال. نهاية المباراة ب3-0 هاتريك ليونيل ميسي. صراحة ما اقول لكم انها نتيجة مستغربة، نتيجة متوقعة يعني، بحكم ان الارجنتين بطلت النسخة السابقة، فنتيجة متوقعة. يعني الجزائريين انا اتمنى انهم ما يزعلون ذاك الزعل، يعوضون ان شاء الله مباراة النمس. عد بينه وبين الاردن مين المستفيد الله اعلم، لكن اتمنى انهم يتأهلون الاثنين. هارد لك المنتخب الجزائري، ان شاء الله معوضين خير ومربوحين في المباريات الجاية. اشوفكم يا اخوان على خير، ولا تنسون اللايك والاشتراك.